عايزه تعملي سمبوسه وما عندكيش ولا يهمك، تعالي نعملها كدابه بلفه جلاش واحده. هنعمل سمبوسه في الفرن ومقليه كمان. معايا كده صدور فراخ، هبتدي اقطعها الفها في الكبه افرمها، سمنه وزيت، نزلت ببصل وفلفل مفرومين عليهم عصاج الفراخ، ملح فلفل بهارات فراخ، معلقه بابريكا وكمان فلفل اسود وشويه حبهان بودر. جبت لفه الجلاش بطبق الورقه كده لأربعة. بصوا بقى، دي اللي هي هتتقلي ما بورقهاش بالسمنه، لكن اللي هدخلها الفرن بديها رشه من السمنه قبل ما اطبق الورقه، وبحط الحشوه وبقفلها على طريقه السمبوسه. تحفه يا جماعه، لازم تجربوا الجلاش بالطريقه دي. ما الجلاش مش صواني وبس. بصوا بقى، اللي هتدخل الفرن هديها سمنه من الناحيتين وادخلها على فرن على اعلى درجه حراره. بالنسبه بقى للتانية اللي هنقليها في الزيت، عايزه اقولك عجبت ولادي اكتر وبيحبوها، لانها بتبقى طريه فعلا من جوه، كمان بتنفخ كده زي السمبوسه بالظبط. بصوا الجمال، لا فظيعه. وكمان جربوا حشوه عصاج الفراخ. اعمليها بقى واكتبي لي في التعليقات